لو جيت تتفرج على مسلسل ايا كان بقى، هو عربي اجنبي تركي هندي، لا الهندي لا الهندي لا، كده كده ما بيلجأوش للطب في افلامهم. المهم ان لو حد عمل حادثه خطيره وغالبا بتكون بطله الفيلم، تلاقي الدكتور فجاه الحقونا يا جدعان عايزين دم بسرعه، دم مش عارف فصيل. طب ما تجيبه يا عم، يقول لك لا اصل فصيله دمها نادر مش موجوده غير في 1% على الكوكب كله، ولازم حالا يا اما هتموت. يشاء السميع العليم ان ال1% يكون بطل الفيلم ويعدي بالصدفه من جنب الدكتور. مش ده موضوعنا دلوقتي. ايه حوار فصائل الدم ده اصلا، وليه اساسا في فصائل دم؟ ما كان الدنيا تكون ايزي سهله، اي حد عايز دم نديله كده يعني. ليه الدم ما يتنقلش من اي حد لاي حد وخلاص؟ بص سيبك دلوقتي من فكره ليه في فصائل دم، خلينا نتكلم عن ليه ما ينفعش ننقل دم من اي حد لاي حد وخلاص. بكل بساطه كل فصيله دم الدم بتاعها عليه ماده معينه الجسم متعود عليها، لما تيجي تنقل دم لشخص فاقد دم كتير لازم تنقله من نفس الفصيله بتاعته. لو اتنقل له كميه كبيره من اي فصيله تانية غير الفصيله بتاعته، الجسم هيترجم من الدم الجديد ده غير مألوف بالنسبه له، وبالتالي الجسم هيوجه خطوطه الدفاعيه واجسامه المضاده ان هي تواجه كرات الدم الحمراء في الدم الجديد اللي لسه داخل ده. فبتبدأ الأجسام المضادة تكسر في كرات الدم الحمراء وتحرر الهيموجلوبين، واللي بتحريره بيؤدي لتكوين جلطات دموية وبيؤدي لتلف أنسجة الكلى، ده اللي للأسف ممكن يوصل للفشل الكلوي. عشان كده لازم تكون انت على علم بفصيل الدم كويس جدا، إن ممكن في أي وقت تتحط في الموقف ده لا قدر الله يعني. إن حتى لو كنت انت المتبرع وشاكك 1% من إنك متأكد من فصيلة دمك، لازم تطلب منهم إنهم ياخدوا عينة من دمك ويتأكدوا من فصيلة دمك بنفسهم، لأن الغلطة فيها بتساوي حياة.